بسم الله الرحمن الرحيم. هاقول لك على هاك ترِكّة كده تستخدمها مع عقلك عشان تعرف تتعلم أي حاجة بسرعة. أول حاجة الفيديو اللي فات أنا نزّلت فيه إزاي تشغّل عقلك بأقصى طاقته، زي ما ربنا وجّهنا في القرآن بال3 خطوات. تقدر ترجع تشوف الفيديو ده عشان تعتبر الفيديو ده إن هو ده الأساس اللي أنت هتنطلق منه. أنا لاحظت إن في ناس كتير عندها مشكلة في التحصيل، تحصيل العلم، خصوصًا لو هم بيدرسوا حاجة ممكن ما يبقوش هم مهتمين أوي بيها، بس هو مضطر عشان يعدّي المدرسة أو عشان يعدّي الجامعة، أوكي؟ فأنا هاقول لك على hack لو استخدمته الhack ده هيفرق تمامًا معاك. إحنا المشكلة دايمًا بتبقى طريقة دخولك لتحصيل العلم. أنت بتبقى داخل بمعلومات وحاجات درستها قبل كده و وخبرة معيّنة عندك وقناعاتك وطريقة تشكيل عقلك، فطبعًا الmemory بتاعتك بتبقى الhard disk بتاعك بيبقى مليان. فعشان تقدر أنت تdownload أي حاجة الhard disk مليان مش هتخش، عقلك مقفول. فأنت لازم إيه، تفضّي مساحة، لازم تفضّي مساحة عشان تقدر تاخد المعلومات دي. طب تفضّي مساحة إزاي؟ أول hack تعمله هو إن أنت تنسى. انسى أي حاجة أنت اتعلمتها قبل كده، انسى أي حاجة أنت عارفها، انسى أي حاجة اتقالت لك، انسى تمامًا في الوقت اللي أنت بتحصّل فيه العلم، وأمر مباشر لعقلك ركّز، قُل له ركّز. ما تقولش أنا ما بافهمش، ما تقولش إن أنا مش interested ومش مهتم بالموضوع ده، ما تقولش أنا غصبٍ عني أنا ما تقولش حاجات سلبية خالص لنفسك وأنت بتتلقّى أي علم، لإن ده بيعمل إيه، سَدّ منيع بينك وبين اللي أنت بتتلقّاه. فأنت لو داخل الmemory بتاعتك مليانة حاجات وبتقول لنفسك الحاجات السلبية دي، ما فيش أي معلومة هتخُش. ركّز كده مع الأطفال الbabies دول الصغيّرين. هتلاقيهم مثلًا لو اتعلموا لغة بيتعلموها بسرعة جدًا، لو اتعلموا رياضة بيبقوا أبطال فيها، ليه؟ عشان أبيض، أبيض دماغهم بيضا ما فيش أي حاجة، هو داخل ما عندوش أي خبرة سابقة. فبيحصل له إيه، بيعرف يلقط الحاجة وبيعرف يexcel فيها، يعني بيروح في حتّة فيها، يعني بينجح فيها نجاح عالي وباهر كمان، يعني ده الواحد بيبقى أبطال صغيّرين ميداليات كتير وبيتكلّموا لغات وبتاع، وهو baby. والكبير مش عارف، ليه؟ عشان عنده الblock، أنت عملت الblock ده، بتعمل الblock ده في نَفْسك. فطبعًا دي بتبقى حاجة مهمة جدًا. أنا باقابل ناس مثلًا يقول لي أنا عندي 20 سَنة خبرة، أقعد أتكلّم معاه ألاقي عنده سَنة واحدة خبرة كرّرها لمدة 20 سَنة. ده مش علم، فرق كبير طبعًا، فرق كبير إن أنا أقول أنا عندي 20 سَنة خبرة واسعة و20 سَنة خبرة هي سَنة مكرّرها 20 مرّة. فده hack أنت ممكن تستخدمه عشان تدّي أمر لعقلك إن هو يستوعب. الhack ده إن أنت تنسى، انسى وأنت داخل تحصّل أي علم إن أنت عندك علم أصلًا. وربنا بيقول لنا: "قُلْ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟" والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.